والعيون شلون قاعد تتقلب واللون ما لما اخذتها وظلت احكيها اقول لها الو منو يحكي وياي؟ السلام عليكم شبابنا، شلونكم؟ رجعت وياكم فيديو جديد وياكم علاء من بغداد. طبعا اسف المفروض الفيديو ينزل البارحه بس ما قدرت، كنت مريض مبين من صوتي. ان شاء الله الفيديو راح ينزل اليوم وراح اكمله على اكمل وجه. قصتنا اليوم عن الطنطل، قصة عن شاب عراقي اسمه سلام. راح احكي لكم عن لسان صاحب القصة على اساس ان الاحداث صارت وياي. المهم سلام يقول اللي هو صاحب القصة، يقول كانت أمي تنبهني تقول لي يابا تعال قبل لا تغيب الشمس قبل الغروب. لا أن في يوم من الأيام يعني ضجت مني سالفة إنه لازم نطب الساعة يعني ويا الغروب، هيك الساعة بالستة بالسبعة. ضجت فرحت لها قلت لها يا ماما ليش يعني لازم ندخل قبل آذان المغرب؟ إلى أن ضجت يعني أنا ليش لازم ندخل ويا آذان المغرب؟ المفروض نبقى نلعب إحنا أطفال نديح يعني ونلعب على راحتنا وما ندخل يعني وقت نلتزم. قعدت وياها وسولفت لي السالفة يوم ليش لازم ندخل قبل اذان المغرب، شنو القضية، لحد ما هي باوعت علي بنظرة غريبة وقالت لي السلام المفروض ما تسأل هذا السؤال بس راح اجاوبك على مود لا يجيك الطنطل. قالها وشنو هذا الطنطل؟ قالت له هذا نوع من انواع الجن، يعني المفروض ما يوصل لك او ما يتقرب لك، اذا وصل لك وتقرب لك احتمال يأذيك. يقول انا ارتعبت شوية بس ما بان عليه لان كان قلبه قوي، بس لما سمعت هذا الكلام من امي وكانت طريقة كلامها كلش يعني جدية ومرعبة انا ارتعبت داخليا بس كان قلبه قوي ما بين علي. يقول لما رحت من امي قعدت بيني وبين نفسي فكرت بالموضوع شنو الطنطل وليش امي حذرتني من يمه، فاعتقدت بيني وبين نفسي انه هي كانت تقول هذا الكلام على مود تخوفني وتخليني ادخل من وقت للبيت، وانا يعني من الاساس ما كنت اصدق بهاي الاشياء. يقول ورا هذا الحادث يعني ورا سنوات، يعني سنوات فاتت وكبرت وتغير شكلي وتفكيري، صار وياي الموقف اللي خلاني اصدق بوجود الطنطل. يقول هذا الموقف اللي صار وياي يعني ابشع موقف صار وياي حرفيا. بيوم من الايام ابويا عرف انه بيبيتي تعبانه ومريضه. يقول واثناء اني ما بدلت ملابسي حتى اروح ويا والدي نزور بيت بيبيتي، ابوي قال لي سلام اقعد ببيتك اقعد اقرا، انت بعد عندك كم يوم تروح تمتحن. قلت لهم مو مشكله راح اقعد اقرا بس اهم شيء تسلموا لي على بيبيتي. هم راحوا ابوي وامي وانا بقيت وحدي داخل البيت. حضرت شويه مكسرات وحاولت على التلفزيون ظليت اباوع مسلسل قصير وبقيت قاعد وحدي. المهم يقول صارت الساعة بالستة بالسبعة بالثمانية ما اجى ابوي وامي، على اساس احنا متفقين انهم يجون قبل المغرب مثل ما كانوا يقولوا له وانا طفل. بس ما اجوا، واثناء ما تاخروا عليه صارت الدنيا شتاء، صارت الدنيا باردة وظلت تمطر الدنيا مطر كلش كلش قوي. ويقول احنا بمنطقة مفتوحة والجو كلش صار بارد، فيعني 100% اهلي ما راح يقدرون يجون اليوم. ورا ما بديت راسي من الشباك ابوع على السماء تمطر كأنه ابواب المطر كلها انفتحت على السماء هاي، يعني والدنيا كلش مطر والشوارع كلها صارت طين ولا احد بالشارع ولا سيارة. يقول سديت الشباك ورجعت ابوع على التلفزيون والاشارة راحت، الكهرباء مو مستقرة تطفى وتشتغل تطفى وتشتغل، والابواب مال الشقة اللي قاعد بها ظل. يقولوا ابواب البيت كل ساعة طاب 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 تدقدق. اصيح منو على الباب منو قاعد يدق؟ عبالي اهلي. اقول شلون اهلي اجوا والشارع فارغه واصيح منو برا منو قاعد يدق؟ ما حد يجابني. يقول انا تقربت مديت راسي من جوا الباب بدون ما افتحه، الفتحه اللي تصير تحت الباب ابا ما حد موجود. يقول رجعت حطيت اذاني حتى اسمع منو يدق والباب انضرب قوي، دق مال واحد يريد يفلش الباب. يقول اني انرعبت من الموقف لان ابا ما حد موجود، هذا الصوت الطرق اللي على الباب منين؟ يقول انا من هول الموقف يعني بابا ما حد موجود لحد ما مرت الاخر دق الباب وصحت من هو؟ يقول وانصدم واسمع صوت امي تقول لي افتح الباب يا سلام. يقول وانا فتحت الباب وانصدم امي قالها ماما جابك مو الدنيا مطر؟ وين ابويا ليش واحد جاي؟ قالت له ابوك بقى يم بيتك لان مريضه وحالتها مو زينه وانا ما قررت اعفك وحدك لازم اجي، همك هاي خاولي نشفي بي او منشفه نشفي راسك من المطر لان تنقعتي كلش. قالها هاج اخذت الخاولي. يقول انا طبيت حتى اسوي شاي حار حتى تشربه وتدفي نفسها. يقول واثناء ما انا قاعد اسوي شاي تليفوني دق. من هو؟ ابويا. قال له ها بابا شلونك شلونها بيبيتي زينه؟ قال له الحمد لله هاي بيبي تريد تسلم عليك. يقول وانا اسلم على بيبيتي سمع الصوت غريب صعقني كلش. يقول وانا احكي بيبيتي واسمع واحد يقول لهم اعطوني اياه خله اسلم عليه واطمن. وانصدم اللي سلم علي النفر اللي بعد بيبيتي طلع امي. يقول امه بصف انا شلون راحت يم بيبيتي بنفس اللحظه؟
ولما اخذتها وظلت احكيها قال لها الو منو يحكي وياي؟ قالت له شنو انت شاقه؟ لك انا امك ما تعرفني؟ يقول لما قالت لي انا امك حسيت هاي الكلمه شقت قلبي شق هيك خنجر وطب بقلبي من الرعب اللي ما قاعد استوعبه. المهم يقول قالت لا انا اسفه ما راح اقدر اجيك اليوم لان انت تشوف الجو كلش قاعد يمطر وماكو ولا اي وسيله مواصله، اتمنى تدبر روحك اليوم واحنا ان شاء الله باكر اذا الجو استقر نجيك. قالت له بيك شو قاعد تحكي ساكت؟ يقول انا ما ردت اقول لها ايش صار وياي هسه حتى لا ترعب هي همين. يقول انا بقيت من جنب بمكانه ما مستوعب اللي قاعد يصير وياي. قالها مو مشكله ماما سهله باكر ان شاء الله توصلون بسلامه. يقول ورا ما سديت الاتصال من والدتي فتحت البرده مال المطبخ وباوع على الكائن اللي ماخذ شخصيه امي يباوع علي. يقول انا ابتسمت له حتى لا ابين له انه انا كشفت حقيقته. يقول انا ما ظليت اعرف شو اسوي بهاي اللحظه. يقول كل ما باوع على هذا الكائن اللي ماخذ شخصيه امي القاه يباوع علي. يقول لحد ما اجت براسي فكره. يقول فكرت اطلع من الباب الخلفي اللي موجود ببيتنا وارجع اطب للبيت من الباب الامامي بحيث ما يشوفنا هذا الكائن، شلون ياخذ فرع على البيت حتى لا اطلع قدامه ويشوفني، واشغل صوت القرآن لان المسجل اللي موجود ببيتنا كان موجود بالغرفة الاولى والمطبخ بالغرفة الاخيرة والكائن قاعد بالغرفة الوسطانية اللي ماخذ شكل امي. يقول انا طبيت وفتحت الباب الخلفي مال البيت مالتنا وطبيت من الباب الامامي. يقول كل شيء ماشي تمام لحد هاي اللحظة. يقول اول ما وصلت للغرفة الاولانية اللي بيها المسجل وانا فتحت الباب وانصدم القى الكائن واقف بوجهي باوع عليه بعده بهيئة امي. يقول تباوع عليه تتبسم وانا ابتسم. قال لها ها شكو؟ قالت له انت شكو شدك طالع حسن وانت تدري الدنيا مطر؟ قالها لا انا مجرد قاعد اخذ الكيس مال الزباله حتى اذبه. قالت له تمام مو مشكله. لحد ما هي تحركت من قدامي وانا اطقها ركضه قويه، طلعت التليفون من جيبي حتى اشغل صوت القران واحس واحد ضربني ضربه قويه على ايدي، التليفون طار من يمي. انداريت حتى ابوع من ضرب ايدي والقول القى الكائن اللي ماخذ شخصيه امي بدا وجهه يتغير يرجع الملامح الاصليه. يقول هذا المنظر كلش مرعب، ابوع على الشكل شلون يتغير، ابوع على الشكل شلون يتغير لحد ما اتغير. يقول عيونه صارت غريبة بالطول، ويقول الشعر بدا يصير اصلع وصارت اطول وجلدها بدا يتشقق والسنون صارت طوال كأنهم السنون مال الفيل هاي طوال كلش ممدودات وتباوع عليه وتضحك. يقول اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قالت له ولو انت شخص ذكي ردت تشغل القرآن بس مصيرك راح يكون مثل مصير الناس اللي قبلك. هو بدأ يتقرب من يمه هذا الكائن وانا ازحف لحد ما انضرب ظهري، لحد ما انضرب ظهره بالميز ماله كله طاحت عليه علبة مال ملح طشرت بالقاع. يقول لما طشر الملح بالقاع حبات الملح طفرن على الكائن هذا اللي قدامي. يقول لما طفرن لاحظت انه الكائن بدا يبتعد مني مسافة. يقول انا بوعت على الشيشة مال الملح وافتهمت انه الملح هذا هو اللي وخره من يمي. يقول انا اخذت الملح وقرأت عليه بسم الله الرحمن الرحيم وشمرت عليه. يقول الكائن يقول الضحك مالته تحول شلون الصراخ، بس يقول الكائن لما يصيح يقول صدقني راح اموتك راح تموت. يقول انا اشمر ملح عليه لحد ما طلع من باب البيت. يقول لما طلع سرقيت الباب. يقول وانا سرقيت الباب واسمع صوت الطابوق حجارة تنضرب على البيت. يقول من حد وصب من كل حد وصاب. يقول الطابوق يجي على الحياطين مال البيت مالتنا. انا بهاي اللحظة تذكرت سالفة امي من كانت تسولف لي تقول لي يا سلام دير بالك تطلع من البيت اذا مو بجيبك شوية ملح على مود اذا يطلع لك الطنطل تقدر تدافع عن روحك. ويقول الناس هم سابقا من كانوا يطلعون يحطون بجيبهم ملح. لحد هاي اللحظة انا مرات اتذكر انه كانوا يسولفون انه لا امل من نطلع نخلي بجيبنا ملح على مود خاف يطلع لنا طنطل ندافع عن روحنا بيه. بس هسه يقولون مو على مود طنطل على مود الحسد يمكن. بس هي القصة الأصلية اللي قاعد أسمعها حاليا يعني وأثناء بحثي عن قصة الطنطل إنه الملح ينحط بجيبنا دفاعا عن نفسنا من الطنطل أو من الجن، يعني حسب اللي سمعته بالقصص اللي طلعت عليهن عن يعني على سالفة الطنطل. وبس اللي هنا صنعت الفيديو. إن شاء الله القصص الجاية راح تكون أفضل وأتمنى هالقصة نالت إعجابكم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي الاسبوع الجاي.